اتفضل يا فندم، تقول لي عند حضرتك مظلمه. الاخ علي فريحي يوسف. كنت اعمل في بدايه ندى سفاره الامارات سواء 20 سنه في القاهره. في القاهره. في شهر 3 2013 خدت اجازه رسمي وانا موجود في عند الحبيب عليه الصلاه والسلام. وصلت فصلوني فصل تعسف. في سنه 2004 عامل حادث أليم في البحر الاحمر وعمل شرايح وما خدتش تعويض، ورافع قضيه وبعت للشيخ خليفه وبعت للشيخ عبد الله بن زايد وبعت لابراهيم محلب وما فيش حد. ما حدش رد عليك؟ ما حدش رد عليا نهائي. كنت تارك رقم تليفونك وحاجاتك في قلب كل حاجه. طب ما حاولتش تروح في مقر مجلس الوزراء او في الاماكن اللي انت قدمت فيها الشكوى تسال ايه المصير الشكوى بتاعتك؟ ابراهيم محلب راح نحولها على الخارجيه بس. طب ما رحتش الخارجيه سالت عليها في ايه؟ الخارجيه ما انت عارف ساعتك في تعاملات معاهم مش هينصفوني بس اكيد في سبب للفصل التعسفي. لا يعني عارف فصل التعسفي كده خدمت معاهم بكل اخلاص. هم يعني بيحبوا النوع اللي هو بيمد ايده. انا مش من النوع ده. انا يعني بطلب من الامراء واولاد الشيخ زايد كان رحمه الله عليه كان كريم، وهم لو عرفوا الكلام ده بتاعي فعلا صحيح مش هيسكتوا. حضرتك متزوج عندك اولاد وكده؟ عندي 4 بنات ومحمد. لسه بتصرف عليهم في التعليم او كده؟ طبعا انا قاعد بقالي سنه. بقالي سنه قاعد بس. عامة احنا بضم صوتي جريدة بنت مصر الحرة بصوتك وان شاء الله صوتك يوصل للسيد خليفة والشيخ محمد بن زايد ولي العهد. السيد ابراهيم محلب اولا ان هو يحل الموقف او يحاول يتحل مع وزارة الخارجية. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله بامر الله. حضرتك سيب رقم تليفونك والرقم تليفون عشان يتصلوا بيك. 012 ايوه 22 719 114. الاسم تاني؟ علي فريحي يوسف حسن الشهير بعلي الجعفري. خلاص ماشي يا فندم. اشكرك. نتمنى ان رسالتك توصل للمسؤولين. ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم. تكريم.